حركة نصب جديدة في السوق المصري، بس المرة دي تخص الهواتف الأندرويد فقط. إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل؟ لازم تشوف الفيديو ده من أوله لآخره. يلا ندخل في الفيديو عشان ما أطولش عليك. تعالى. الفيديو ده مهم جدا لحركة نصب جديدة شغالة في السوق المصري اليومين دول ولسه مستمرة، فعايزك تركز وخد بالك كويس جدا وانت بتشتري موبايل أندرويد من أي مكان أونلاين. يعني قابلت زبون في الشارع، قابلته في المترو، قابلته في اي حته، قابلته على كافيه، حتى لو الموبايل الاندرويد ده بالكرتونه، ركز في الخطوات اللي هقول لك عليها دي عشان اللي جاي سواد. مبدئيا اللي هقوله لك ده هي حاجه سيفتي لبعض الشركات الكبيره، وفي نفس الوقت انا شايفها سرقه ونصب واحتيال. اول حاجه، الشركات الكبرى اللي بتبيع دلوقتي بابلكيشن التقسيط بتقدر ان هي من خلال الاجهزه الاندرويد مفعله عليها ابلكيشن غير مرئي على التليفون الاندرويد بتاعك، وبعد ما تيجي تدفع الاقساط مجرد ما تتاخر عن اول قسط، انت لسه مش قسطين ثلاثه، اول قسط الجهاز بيتقفل، كل حاجه بتبقى شغاله شاشه بس وظاهر لك عليها رساله كالاتي: الجهاز مغلق من قبل كذا، لأنك لم تدفع دفعتك لفتح الهاتف، اتصل بكذا عبر الضغط على زر الاتصال، تتوفر فقط مكالمات الطوارئ. فانت تخيل يا صديقي ان الرساله دي بتظهر لك على الشاشه، الجهاز ولا بيتصل ولا بيستقبل ولا بتفتح ابلكيشن ولا بتعمل اي حاجه خالص على الموبايل. طيب دلوقتي انا ليه بقول لك خد بالك؟ الناس دي حقهم، هنرجع لهم تاني دلوقتي. انا ليه بقول لك انت خد بالك وانت بتشتري اونلاين وانت بتقابل اي حد في الشارع؟ مبدئيا كده يا صديقي، الراجل ده لو مش معاه قسط الشهر الجاي فهيجي قبل ميعاد القسط بثلاث اربع ايام وهينزل يبيعه، وهينزل يبيع التليفون. هيقابل حضرتك هتشتري التليفون لان التليفون كسر زيرو ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده يا صديقي هتاخد التليفون وتروح، بعد ثلاث اربع ايام هتلاقي الموبايل قفل. بقيت حضرتك ملزم ان انت تعمل ايه بالظبط كده؟ يبقى انت اشتريت التليفون كاش وملزم ان انت تسدد اقساط التليفون عشان خاطر التليفون يتفتح. لسه حتى الان ما نزلتش حاجات سوفت وير ان هي تفك المواضيع دي، بس الموضوع ده انا واثق ان هو هيتحول قضائيا. وليه هيتحول قضائيا؟ هيتحول قضائيا لان الشركات دي ما استأذنتش العميل اللي هتبيع له، ما قالتلوش ان احنا اوريدي حاطين على الموبايل ابلكيشن نقدر من خلاله ان احنا نقفل لك التليفون. ده معناه كده يا صديقي ان التليفون ايه؟ التليفون اصلا متباع جديد متاكتف، ما انت لازم تاكتفه عشان خاطر تعمل عليه الابلكيشن الغير مرئي اللي انت فرحان بيه. فقضائيا الشركات دي المفروض تعوض كل الناس اللي موبايلاتها اتقفلت، حتى لو هي مش صحابها، وحتى لو هي اشتريته اونلاين او اشتريته من اي حد. صحاب محلات كتير جدا شغالين في الاندرويد لبسوا الموضوع ده. برضو لو انت تعرف حد من اصحابك او يعز عليك عنده محل موبايلات وبيشتغل في موبايلات الاندرويد، يا ريت توري له الفيديو ده وتخليه ياخد باله. طيب تاخد بالك ازاي؟ طب انت قلت لي كل حاجه يا عم احمد وما قلتليش اتجنب الموضوع ده ازاي. انا شايف راجل محترم قدامي وشايف تليفون زيرو بكرتونته ما فيهوش حاجه. يا صديقي بكل بساطه، ادام هتشتري اونلاين او هتشتري من حد بره محل ما فيش فاتوره، اعمل معاه مبايعه ببيانات بطاقته وخد رقم تليفونه، عشان لو لا قدر الله حصل في المقدر الجديد تقدر تهدده من المبايعه دي ان انت هتروح تشتكيه وتعمل له محضر في اقرب اسم. هتبص تلاقيه جاب ورا منك على طول وجه اداك الفلوس وخد الموبايل. هي دي الحل الوحيد، وانت كتاجر المفروض تعمل كده. يعني يا عم تربو هنعمل مبايعات بالاجهزه المستعمله اللي من غير كراتين واللي بكراتين؟ اقول لك حاجه، لو هتاخد فيسبا هديه اعمل لها مبايعه عشان انت مش ضامن. انا بديك فيديوهات توعيه على قد ما اقدر، وبكلمك من ارض الواقع، وبكلمك من السوق، وبكلمك بالدنيا ماشيه ازاي. فعشان كده نعمل ايه بقى يا شباب؟ تابعني يا صديقي. لو اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك الفتره اللي جايه ان شاء الله. اي استفسار بخدمات المبيعات حركه السوق هتلاقيها على موبايل تربو. اتمنى برضو ان انت تتابع الصفحه. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. استنى رسائلك على الانستجرام. اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.